والنهارده أول حلقات هنلفها، وحبيت ابتديها من أرض سيوة، أرض الزيتون، أرض النخيل، أرض الأمن والأمان، أرض مليانة حكايات وأسرار. وهنبتديها النهارده بحكاية جبل الدكرور. جبل الدكرور حكايات كتير وأساطير كتير. كان أكتر أسطورة مشهورة هنا إن جبل الدكرور مدفون فيه كنز من كنوز ملوك الأمازيغ القدام. الجبل ده قدسوه جدا من أيام المصريين والرومان، لكن القصة الأكثر انتشار إن هما بيجتمعوا فيه 3 أيام كل سنة، وعادة بتبقى في شهر أكتوبر بعد موسم حصاد الزيتون. بس الاجتماع ده ما جاش كده من فراغ، ولكن ليه قصة من 200 سنة. والقصة كانت بتقول إن كان في اختلاف كبير جدا بين أهالي سيوة الغربيين والشرقيين، لدرجة إنه حصل بينهم قتال كتير قوي، وقع منهم قتلى كتير. وفي يوم في وسط الحرب اللي كانت مدايرة ما بينهم، نزل عليهم شيخ صوفي من الجبل وقدر إن هو يصلح ما بينهم. وبالمناسبة دي بيجتمعوا كل سنة من 200 سنة 3 أيام، وعادة بتبقى ليالي قمرية، بيجمعوا فيها رغيف عيش من كل بيت سيوي و10 جنيه، أو كل بيت على حسب مقدرته المالية. بيجيبوا الذبايح ويعملوا الفتة اللي بيسهروا يعملوها علشان يتغدوا بيها تاني يوم.